بطريقه سهله ومبسطه جدا جدا جدا. انا معايا هنا كبد وقوانص، انا غسلها طبعا كويس جدا جدا ونقعتها في خل وميه وليمون لما بقت زي الفل. وبرده انا بخاف من حته الزفره اللي في الكبد والقوانص، فانا جبت حله على البوتاجاز فيها ميه مش اكتر من كده، ميه بس، وحطيت فيها الكبد والقوانص وخليتها تغلي غلوتين 3، اي ريحه زفره خرجت منها، وهي استوت اهي حوالي كده نص سوا. فانا معايا هنا حله على النار فيها سمنه او زيت، الماده الدهنيه اللي تناسبك. ومعايا هنا بصل، هنزل بالبصل بتاعي كده بسم الله، هنقلبه بالشكل ده. وجبه حلوه قوي. نحط رشه ملح بسيطه كده عشان ندبل البصله معانا. غيروا لاولادكم شويه في الاكل لان التغيير كويس. انا مش عايزاها تاخد لون، انا عايزاها تدبل بس على لونها. دلوقتي يا حبايبي ده لون البصله اللي انا محتاجاه بالشكل ده كده تمام. هحط هنا الليمون اللي هو الليمون الاسمر ده، وقرفه، ورق لورا. ده بطريقتي يا جماعه، جربوها مش هتندموا، اللي هيشوف الطريقه دي هتعجبه جدا جدا. قلبوا التوابل دي كده علشان الزيوت العطريه. انا طبعا هنزل باول حاجه القوانص، وهسيب الكبده لان القوانص بتاخد سوا على الكبده. انا فعلا واخداها نص سوا، بس برضو هنكمل بقيه سوا القوانص لوحدها لان الكبده ما بتاخدش وقت. فهنزل بالقوانص بتاعتي بالشكل ده كده واقلبها. ودلوقتي يا حبايبي انا بقلب في القوانص بالشكل ده كده، ومعايا هنا فص ثوم هحطه هنا كده بالشكل ده، هحمره معاها، بتدي ريحه جميله جدا بالشكل ده كده. دلوقتي هحط بس شويه ميه صغيرين علشان القوانص تكمل سوا فيها. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما الكبد والقوانص بتاعتنا شربت الميه بتاعتها كده، ريحه التومه جميله يا جماعه، هنزل بالكبده بتاعتي واقلب كويس. اللي مش حابب يحط القرفه الخشب والورق اللورا والليمون براحته، بس هي بتدي ريحه وتطعيمه جنان بالشكل ده كده. معايا هنا ملح وفلفل اسمر وبهارات فراخ، ودول فصين حبهان انا فاتحاهم نص فتحه، هنزل بهم بالشكل ده واقلب. وجبه جميله وخفيفه لو جايه من شغلك ومحتاره مش عارفه تعملي ايه، دي في اقل من نص ساعه، فاقل من نص ساعه مش هتاخد معاكي تلت ساعه تكون خلصانه ان شاء الله. انا قلبت بالشكل ده كده، هحط شويه ميه بالشكل ده يا حبايبي. الريحه مش قادره اوصف لكم، حاجه جنان تستاهل بقكم. شويه ميه كده تغطي الكبد والقوانص واسيبها بقى تستوي فيها ونرجع نكمل. عامله ازاي؟ تحفه جدا. ودلوقتي معايا حله على النار هنعمل مع بعض الرز. انا هشتغل النهارده برز بسمتي يا حبايبي، اللي حابب يشتغل برز بلدي يشتغل، بس انا هشتغل بالرز البسمتي، يا رب يكون واضح. فمعايا هنا الماده الدهنيه اللي تناسبك بالشكل ده. معايا بصلايه هنزل بيها كده واقلب فيها. هحط شويه ملح صغيرين عشان تدبل البصله، واقلب كده في البصله.
ودلوقتي حبايبي انا بحمر في البصله بالشكل ده، مش عايزاها تحمر، انا بس عايزاها تدبل بالشكل ده كده. معايا هنا شويه بابريكا وكركم وكاري، واللي مش حابب الكركم او الكاري يستغنى عن حاجه منهم. ومعايا ليمونه وقرفه وفصين حبهان، انا فتحاهم فتحه بسيطه كده. هنزل بكل التوابل دي واقلبها كده عشان نشم الريحه الجميله. الله الله، ايه الجمال ده، تحفه جدا. معايا شويه فلفل اسمر واقلب كل التوابل دي كده. انا ما بنقعش الرز يا جماعه، انا الرز انا هشتغل النهارده ب3 كوبايات رز، 3 كوبايات رز قصادهم 6 كوبايات ميه، لان ده مش رز بلدي المصري بتاعنا العادي. الرز المصري العادي طبعا كلكم عارفين ان كوبايه الرز قصادها كوبايه ميه، انما ده الرز البسمتي كوبايه الرز قصادها كوبايتين ميه. ف3 كوبايات رز هنحط قدامهم 3 كوبايات 6 كوبايات ميه. تمام. الله على الريحه. ودلوقتي يا حبايبي انا حطيت الميه المغليه، انا غليت الميه في الكتل وحطيتها بالشكل ده، خدت غلوتين بالشكل ده كده، وغسلت الرز. ودلوقتي هنزل ب3 كوبايات الرز بتوعي، بسم الله، بالشكل ده. مش قادره اوصف لكم ريحه الرز وريحه البهارات، مش تحفه جدا يعني، ريحه البهارات تحفه. ونقلب كده الرز بتاعنا. تمام. نظبط الحدق بتاعه بقى، ان كان عايز شويه ملح، ان كان عايز حاجه نظبطه وارجع لكم تاني. وده يا حبايبي شكل الرز بعد ما شرب ميته كده. هوطي عليه بقى واسيبه يستوي ونرجع ان شاء الله نشوفه مع بعض. يا حبايبي يكون ده شكل الرز بالخلطه بتاعنا. بصوا الجمال والحلاوه، ايه رايكم بقى؟ ما شاء الله ما شاء الله، تحفه جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده الاكل لسه سخن يستاهل بقكم، ما شاء الله جميل قوي. بصوا يا جماعه، انا بعد ما خلصت الرز بتاعي ووطيت عليه، انا كنت طبعا عامله كبد وقوانص. انا خدت نص الكبد والقوانص دخلتها مع الرز وقلبتها كويس جدا جدا، زي ما انتم شايفين كده بقت بالشكل الجميل جدا ده، ما شاء الله. اللي حابب يعمل الخطوه دي يعملها، مش حابب يسيبها فوق على الوش زي ما انا عامله كده. بس انا حبيت اخد جزء ادخله في الرز من جوه وجزء من فوق كده بالشكل ده. ودي مكسرات بقى زبيب، ومعايا هنا سوداني بالشكل الجميل ده كده. ايه رايكم بقى؟ بصراحه طبق يعني تحفه جدا ويستاهل بقكم يا حبايبي. واتمنى وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. واتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس على الكل يصلك كل جديد. لايكات يا جماعه، والله انتم مش هتخسروا حاجه اما تعملوا لايك، ربنا هيجعله في ميزان حسناتكم، بس هيرفع من الفيديو وهيوصلوا الناس اكتر والعدد اكتر. فاتمنى دعمكم ليا، لان دعمكم هيخلينا استمر ان شاء الله. تمام. يلا اشوفكم في فيديو جديد واقول لكم السلام عليكم. يلا يا رودي، واشتركوا في القناة ومنكتشن. يلا باي باي. ولايك وباي باي.